وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين. القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك، عليك أولا أن تمسح ذنوبك، وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك، 3 فرص في الحياة الدنيا، و3 فرص في حياة القبر، و3 فرص في الحياة الآخرة. هذه 9 فرص، بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله. في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة، الفرصة الثانية المصائب، الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات. في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة، الفرصة الثانية الحسنات الجارية، الفرصة الثالثة شدة القبر. أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك، الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك، الفرصة الثالثة شفاعة الشافعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الخطوات التي يمكن أن أفعلها لأصل إلى رحمة الله تعالى يوم القيامة وأنجو من العذاب؟ توجد خطوات بسيطة تفعلها وتحصل على رحمة وسعت السماوات والأرض. في الحقيقة إنه ليس بينك وبين رحمة الله إلا أن تطلبها منه، وهو سيعطيك إياها لأنه هو الذي يملكها وحده. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فمن شدة قرب رحمة الله منك ليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحبه، وهو سيكون لك عند حسن ظنك. يعني أي شيء يحبه؟ نعم، أي شيء تحبه. تظن أن الله سيرحمك؟ يرحمك. تظن أن الله سيعتقك من النار؟ يعتقك من النار. تظن أن الله سيدخلك الفردوس الأعلى؟ يدخلك الفردوس الأعلى. لا توجد أي مشكلة، الأمر أبسط مما تتصور. هذا ليس كلامي، هذا كلامه هو سبحانه، هو الذي قال ذلك عن نفسه، وإلا فأنا ما الذي يدريني عن كل هذا؟ استمع إليه سبحانه ويقول ذلك في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه. وليست المسألة فقط احتمال، ربما يستجيب لي أو لا، لا، بل يقين تام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، متأكد حصول ما تريده منه. أصلا إذا فعلت ذلك أعطاك أكثر مما ترجوه، أكثر ما تريده منه، ولكن بشرط. يا الله يا الله، بشرط أن يكون رجاء وليس أماني. الفرق بين الرجاء والأماني أن الرجاء معه عمل، أي أن تعمل الصالحات وتترك المعاصي وترجو رحمة الله. أما الأماني فهي ظنون بحصول الرحمة لكنها بلا عمل. يوجد شيء آخر يمكنك أن تفعله لكي تدرك رحمة الله تعالى، وهو أن ترحم من حولك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا رحمت خادمك الذي لا يستطيع أن يرفع صوته عليك كما تفعل أنت، ورحمت العامل الذي يعمل تحت أوامرك ولا يمكن أن يأمرك، ورحمت الفقير الذي يحتاجك، هؤلاء وغيرهم إذا رحمتهم رحمك الله. حتى الحيوانات والطيور يحتاجون إلى رحمتك. جرب أن تضع إناء فيه ماء على شرفة المنزل لتشرب منه الطيور التي قد لا تجد الماء بسهولة. طبعا هذا على سبيل المثال، وإلا فكل شيء ترحمه في الدنيا يعطيك رصيدا من رحمة الله تعالى يوم القيامة. وبالمقابل فإن امتناعك عن الرحمة قد يؤخر رحمة الله عنك. فإذا كان الإنسان لا يريد أن يرحم العباد فلا يتفاجأ إذا لم يرحمه الله تعالى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ولهذا فأنا أقترح عليك أن تخالط الفقراء وأن تعايش حاجتهم، وستجد هناك أبوابا كثيرة من الرحمة. أذكر في بعض رحلاتنا الإغاثية لأفريقيا كنا إذا مررنا على الأطفال فإن قليلا من الحلويات تعني لهم الكثير، فتراهم يصطفون بالعشرات ليأخذ كل واحد منهم قطعة حلوى.
ربما أطفالنا في البيوت يرمونها على الأرض ولا يعبؤون بها. ولكي تتصور مدى رحمة الله تعالى بعباده في ذلك اليوم، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تعالى خلق 100 رحمة، أنزل واحدة فقط في الأرض، وجميع المخلوقات تستخدم أجزاء من هذه الرحمة. فإذا رأيت رحمة أمهاتنا بنا فهذا جزء من تلك الرحمة، وإذا رأيت كيف ترعى الحيوان صغارها وتقاتل من أجلها فهذا جزء من تلك الرحمة. بل رحمة الناس جميعا من آدم إلى قيام الساعة هي جزء من أجزاء هذه الرحمة الواحدة. كم بقي؟ بقي 99 رحمة، كلها ستفتح للناس يوم القيامة. فكم من مغفور له، وكم من مرحوم، وكم من إنسان كان المفروض أن يكون حطبا لجهنم فصار بهذه الرحمات أحد أفراد الجنة. الله أكبر. فكلنا أمل بالله أن يرى الخلق منه يوم القيامة رحمة لم تخطر لهم على بال، من العفو والمغفرة والتجاوز عن بعض الهفوات والزلات. الخلق يعقدون آمالا كبيرة على ذلك، ولكن على الناس أن يعملوا هم أيضا لكي تحصل لهم تلك الرحمة. وهذا هو الشرط الذي اشترطه الله تعالى عندما قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فطبق الشرط وأبشر بالرحمة. أما إذا كان الإنسان بعد هذه الرحمات والأبواب المفتحة إلى هذه اللحظة يصر على المعصية وعدم دخول باب الرحمة، فهذا فعلا لا يستحق أن يرحم، وإلا فالرحمة موجودة يوم القيامة لن تذهب إلى أي مكان. وسبحان الله، يوجد أشخاص تقف دونهم الرحمة ولا تصل إليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طالما حذر من فعل معين يطرد الإنسان من رحمة الله، ولكنهم لا زال يفعلونه ولا زال الناس يفعلونه. فإذا كان يوم القيامة فإنهم يخشى عليهم أن يطردوا فعلا من رحمة الله عز وجل. فالآيات والأحاديث التي ذكر الله فيها اللعن فهذه صاحبها مطرود من رحمة الله. فانتبه لهذه الآيات والأحاديث. مثلا الذي يتكلم في الحلال والحرام برأيه بلا دراسة شرعية ولا نقل على العلماء هذا معرض للعن، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. في آخر الآية قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وأيضا أصحاب الرشوة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبيه. وقال أيضا: ملعون من عق والديه وملعون من ذبح لغير الله، وغيرها من الأمور التي ورد فيها لفظ اللعن. وعلى هذا فالناس يتفاوتون في القرب من رحمة الله، بعضهم تصيبه جزء من الرحمة، بعضهم يغمس في الرحمة غمسا. يوجد بعض الناس لا يرحمون، كل واحد بحسب قربه من الرحمة. فإن قلت: كيف أقترب من رحمة الله؟ الجواب: كن من المحسنين وستكون من المرحومين. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا بالذات المحسنون قريبون من رحمة الله؟ الجواب: لأن المحسنين قد بذلوا الإحسان فجازاهم الله بالإحسان، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأظن أن جميعنا يعلم ما هو الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وصلت إلى مرحلة تعبد الله فيها كأنك تراه بعينك ففعلا رحمة الله ستكون قريبة منك جدا. والموضوع إخواني أخواتي لا يحتمل الانتظار، لابد من المسارعة إلى رحمة الله قبل أن تفوت. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال ابن القيم: والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيتشفى بعقابه، يعني أنه سبحانه لا يريد أن يثأر لنفسه منك، ولن يبالي سبحانه لو غفر لكل من في الأرض، ولن ينقص ذلك من ملكه مثقال ذرة. لن يخسر شيئا سبحانه لو غفر لهم جميعا. أصلا بماذا يحتاجهم؟ عنده ملك السماوات والأرض بسعة ملايين السنين الضوئية التي لا منتهى لها، فماذا سيستفيد سبحانه من بعض المخلوقات التي تعيش على كوكب في طرف المجموعة الشمسية؟ يعصونه ولا يطيعونه على إيش؟ لماذا؟ لو عذبهم جميعا عذبهم وهو لا يبالي بهم، ولكن رحمته سبقت غضبه سبحانه، وهو قد كتبها على نفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. أخي الكريم، أختي الكريمة، لقد لاحظتم أن عنوان البرنامج هو أجمل نظرة في حياتك، والمقصود أن نصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة.
والتي لا يمنعنا عنها إلا ذنوبنا. وقد ذكرنا طوال حلقات البرنامج الفرص التي يعطيها الله عز وجل للعبد لكي يمسح ذنوبه، كالتوبة وصلاة الجنازة والشفاعة وغيرها من الفرص العشرة. والرحمة هي الفرصة الأخيرة التي ليس بعدها أي فرصة لرؤية الله تعالى. فإذا كنت ستخسر شيئا في حياتك فاخسر أي شيء إلا رحمة الله. إياك أن تفرط فيها، فإنها طوق النجاة الأخير الذي ليس بعده إلا الغرق، وهي سهلة يسيرة يمكنك الوصول إليها ببساطة، لكن لمن علم الله من قلبه أنه فعلا يريد الرحمة ويسعى إليها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم لا تحرمنا إياها وقد وسعت كل شيء. نسألك أن ترحمنا وأن تغفر لنا، وإنك أنت الغفور الرحيم. يا الله يا الله، يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك، وتفاءل المكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك، تدخله في ظل عرشك المجيد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.